ايه ده؟ معقولة نيلي وشريهان مش هما أول ناس عملوا الفوازير؟ ازاي الكلام ده؟ أهلا بيكم في قعدة كنبة مع نانسي العشري. بص يا سيدي، حكاية فوازير رمضان دي بدأت من زمان جدا، يعني مش اختراع جديد ولا حاجة. زمان في الخمسينات كانت الناس بتسمع الراديو أكتر، وكانت بتحبه قوي قبل ما يحبوا التلفزيون. وكان في مذيعة شاطرة جدا اسمها أمال فهمي، غنية عن التعريف، وهي اللي خطر في بالها إن هي تعمل حاجة تسلي الناس في رمضان. فطلعت علينا بأول فوازير إذاعية سنة 1959، وكانت الناس كل يوم بتستنى الحلقات بفارغ الصبر عشان تفكر في الإجابة. نيجي بقى لأول فوازير على التلفزيون، وده كان سنة 1967 لما الثلاثي سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد قالوا إحنا هنعمل حاجة جديدة بدماغنا الخفيف، وفعلا عملوا فوازير ثلاثي أضواء المسرح، وكانت ضحك وكوميديا وحاجة كده أول مرة الناس تشوفها. بعدهم بقى الدنيا خدت منحنى تاني خالص لما الجميلة نيلي ظهرت علينا في السبعينات، والست دي كانت عاملة زي الساحرة. أنا شخصيا كنت منبهرة بيها، بترقص وبتغني وبتغير لبس مليون مرة في الحلقة، وخدت الفوازير لمستوى تاني خالص. وبعديها جت الجميلة المتألقة شريهان في الثمانينات والتسعينات، والناس وقعت في حبها لأنها كانت عاملة الفوازير كأنها فيلم استعراضي، كل يوم بحكاية جديدة ولبس جديد وشكل جديد وفكرة جديدة وحركات مش طبيعية. وعشان نختم حلقتنا، أنا يمكن بتكلم على الفوازير اللي الجيل الجديد يمكن مش عارف عنها أي حاجة، لكن أنا بتكلم على جيل الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات ومن أول الألفينات. أعتقد الجيل ده ما يعرفش حاجة عن الفوازير للأسف. احنا افتقدنا الفوازير. يمكن ناس كتير عملوا فوازير بعد كل اللي انا قلتهم دول، بس ما كانتش بالشهرة والنجاح الكبير زي اللي عملوه نيلي وشريهان. حاجات كتير في رمضان زمان ما بقتش موجودة دلوقتي، ويمكن الجيل الجديد ما يعرفش عنها حاجات كتير. على العموم استنوني الحلقة الجاية مع قعدة كنبة. سلام.